تخيل معايا يا صديقي، لو صحيت في يوم لقيت نفسك في أكتر حتة مقطوعة في العالم، مكان ملوش جيران، محوطك المحيط الهادي من كل اتجاه بآلاف الكيلومترات، صمت رهيب ما يقطعهوش غير صوت الموج وهو بيخبط في الصخر. وفجأة ترفع عينك تلاقي مئات العمالقة واقفين صفوف، رؤوس حجرية ضخمة، ملامحها قاسية، وعيونها بتبص لزمن إحنا منعرفش عنه أي حاجة. العمالقة دول ما بيتكلموش، لكنهم بيقولوا بصمتهم إن هنا حصلت حاجة العلم لسه مش عارف يلعبها، والتاريخ بيحاول يهرب منها. إحنا مش في فيلم خيال علمي ولا على كوكب تاني، إحنا في جزيرة الفسح، الجزيرة اللي اتحولت من جنة خضراء لمقبرة مفتوحة، لأعظم لغز هندسي في تاريخ البشرية. النهاردة مش بس هنحكي قصة مكان، إحنا هنخش في قبور حضارة اختفت وسابت وراها حراس من حجر، والسر كله في السؤال اللي محدش عارف يجاوب عليه: هما الناس دول راحوا فين؟ تعالوا نقرب شوية من التماثيل دي اللي بيسموها المواعيد. إحنا بنتكلم عن 900 تمثال تقريبا، طول الواحد فيهم بيوصل ل10 متر، ووزنه يعدي 80 طن، يعني وزن طيارة بوينج 737 محطوطة في كتلة حجر واحد. اللغز هنا مش بس ازاي نحتوا الحجر البركاني ده بأدوات بدائية، لأ، الصمت الحقيقي في المشوار. التماثيل دي اتنحتت في مكان في قلب الجزيرة، واتنقلت لمسافات بعيدة جدا لحد السواحل. طيب ازاي؟ لا في عجل، ولا في خيول، ولا رافعات، ولا حتى طرق ممهدة. الأساطير المحلية للسكان الأصليين بتقول جملة واحدة بس بتخلي الشعر يقف: التماثيل مشيت لوحدها. بيقولوا إن الكهنة كانوا عندهم قوة روحية خلت الحجر يمشي لمكانه. العلم طبعا قعد يضحك سنين، لحد ما مؤخرا بدأوا يكتشفوا تجارب بتقول إنهم ممكن يكونوا استخدموا حبال وهزوا التماثيل فبدأت كأنها بتمشي. لكن هنا مش كفاية، هل فعلا تقدر تهز 80 طن لمسافة 18 كيلو متر في وسط تضاريس؟ الموضوع لسه فيه حلقة مفقودة. وقبل ما الحضارة دي تخلص خالص، ساب لنا لغز أخيرا: لوحات خشبية عليها رموز غريبة. الرموز دي مش شبه أي لغة تانية على الأرض. عباقرة الشفرات الحرب العالمية التانية، علماء اللغات في العصر الحديث، كلهم وقفوا عاجزين قدامها. اللوحات دي ممكن يكون فيها السر كله، ممكن تكون مكتوب فيها مين اللي علمهم البنى، وإيه اللي شافوه في البحر وخلاهم يقيسوا التماثيل دي كأنها آلهة. لكن النهاردة هي لغة ميتة، صامتة زي التماثيل، وبترفض تحكي الحقيقة. عشان تتخيل الرعب الحقيقي لازم تعرف الجزيرة دي فين بالظبط. بص معايا على الخريطة، شايف المحيط الهادي؟ أكبر مسطح مائي على كوكب الأرض. في قلبه في حتة ما فيهاش، هتلاقي نقطة صغيرة جدا، دي جزيرة الفصح. الجزيرة دي بتبعد عن أقرب يابس مأهول بالبشر حوالي 3700 كيلو متر. يعني لو ركبت طيارة من دولة تشيلي اللي هي تابعة ليها سياسيا، هتقعد في الطيارة دي لمدة 5 ساعات كاملة من غير ما تشوف الموج، لحد ما هتوصل للجزيرة. انت حرفيا تعتبر في سر العالم زي ما سكانها بيسموها، مكان معزول لدرجة انك لو صرخت محدش هيسمعك غير السمك. الجزيرة مش مدورة، دي على شكل مثلث. في كل ركن من أركان المثلث ده في بركان خامد، كأن الطبيعة كانت بتبني مسرح للدراما، دراما إنسان مرعبة. مساحة الجزيرة كلها 160 كيلو متر مربع، يعني أصغر من مدينة الرحاب في القاهرة بشوية. متخيل إن المساحة الصغيرة دي شالت حضارة بنت أعظم تماثيل في التاريخ؟ والأغرب بقى إن الجزيرة مفيهاش ولا نهر ولا بحيرة عذبة. السكان كانوا بيعتمدوا على مية المطر اللي بتتجمع من فوهة البراكين الخامدة، يعني حياتهم كأنها معلقة بكلمة من السما. لو المطر اتأخر الموت بيبدأ يعد عليهم. في سر كتير منكم ما يعرفوش:
إحنا دايمًا بنشوف صور الرؤوس الحجرية وبس، صح، لكن المفاجأة إن سنة 2012 العلما بدأوا يحفروا تحت الرؤوس دي واكتشفوا إن ليها أجسام كاملة مدفونة تحت الأرض، تماثيل طولها بيوصل لأدوار سكنية وعليها نقوش ورموز غريبة جدًا. السؤال اللي بيطرح نفسه، مين اللي دفنها؟ طب هل الزمن والتراب هم اللي غطوها مع الوقت والّا السكان دفنوها قصدًا عشان يخبّوا من حاجة معينة؟ والأهم من ده كله، النقوش اللي عليها ظهر التماثيل دي، هل هي خرايط والّا هي وصية أخيرًا لحضارة كانت عارفها إنها نهايتها قريبة؟ متنساش يا صديقي لو عندك رد على الأسئلة اللي في الفيديو يا ريت تكتبها في الكومنتات.